ففضل الجهاز ده مسيطر على تفكير كل الطبقة المالكة في أوروبا في الوقت ده، لحد في سنة 1783 إمبراطور النمسا جوزيف الثاني أمر كيمبلن إنه يجمع الجهاز بتاعه ويسافر بيه على فيينا. ده عشان إمبراطور فيينا وقتها كان جاي له ضيف مهم عايز يبهره، وهو إمبراطور روسيا، وما لقاش حاجة ممكن تبهره أكتر من ذا ترك. وفعلا إمبراطور روسيا أول ما شافه زي أي حد بيشوفه لأول مرة انبهر بيه جدا، وقال إنه لازم يعمل بيه جولة أوروبية ويعرضه في كل مدن أوروبا الكبيرة. وفعلا كيمبلن خد ذا ترك وعمل جولة أوروبية بدأها في فرنسا في قصر فرساي. وفي الجولة دي ذا ترك واجه لعيبة محترفة، ومن اللعيبة المحترفة اللي واجهها دي كان الموسيقار فرانسوا أندريا دانيكان فيليدور. وده ما اعتقدش ان حد من اللي بيتفرج يعرفه قوي كموسيقار، لكن كتير يعرفوه كلاعب شطرنج، وده لانه ساعتها كان يعتبر احسن لاعب شطرنج في العالم، وكتب كتب في الشطرنج بتدرس لحد دلوقتي. المهم ان ذا ترك لما واجه فيليدور خسر، ومش بس من فيليدور، هو خسر من كتير من اللعيبه المحترفه اللي واجهها. بس ده ما قللش انبهار الناس بيه. اصل الفكره مش في هو بيخسر ولا بيكسب، الفكره انه جهاز في القرن ال18 قبل التطور التكنولوجي الرهيب اللي وصلنا له دلوقتي بيلعب شطرنج صح بمستوى كويس جدا، وبيعرف كمان لما اللاعب اللي قدامه يعمل خطأ او حركه غير قانونيه. ولما اقول انه بيلعب بمستوى كويس جدا فهو مستوى كويس جدا جدا، لدرجه ان فيليدور نفسه قال بعدها لابنه ان الماتش بتاعه مع ذا ترك كان اكتر ماتش متعب لعبه في حياته. واخر ماتش لذا ترك بقى في فرنسا كان قدام بنجامين فرانكلين، ايوه الراجل اللي صورته على $100 ده. كان ساعتها هو سفير امريكا في فرنسا، وقال انه استمتع جدا بماتشه مع ذا ترك وهيفضل فاكره طول حياته.